حياكم الله أخواني. عدة أمور فنية وعدة أمور إيجابية خرج منها ريال مدريد في مباراته البارحة أمام سوسيداد، والتي انتهت ب4 أهداف مقابل هدف. الأمر الأول هو عودة مجموعة من اللاعبين المصابين وإشراكهم في هذه المباراة، أمثال روديغير وأمثال ألكسندر أرلوند ترينت وأيضا كارفاخال. ومن أبرز هؤلاء اللاعبين ألكسندر أرلوند الذي ساهم وبشكل كبير بفوز ريال مدريد البارحة. الأمر الثاني أمور فنية داخل الملعب يمكن أن لا يراها المشاهد العام أو المشاهد العادي الذي يكون ساعيا وراء الأهداف ويحب مشاهدة الأهداف، وهو ألكسندر أرلوند وكاسيراس عندما يساعدان ويساهمان في هجمات ريال مدريد. تلاحظ أن كلا من كامافينجا وشواميني يعودان إلى الخلف، وهذا الأمر أمر يعمل عليه المدرب آربيلوا حتى لا يكون هنالك فراغات في الدفاع. ومساهمة الأظهرة في الهجوم كانت حاضرة وبشكل كبير البارحة. غونزالو غارسيا اللاعب الاحتياطي الذي يشارك البارحة وسجل هدفا جميل كسر فيه الرقابة الدفاعية، وكسر أيضا مصيدة التسلل بغمزه للكرة في الجهة المعاكسة للحارس ووضعها بكل براعة واقتدار. هذا اللاعب يجب أن يكون دائما في منظومة ريال مدريد متواجدا. هذا المهاجم أو هذه القطعة الناقصة من ريال مدريد في كل مباراة. هذه القطعة عندما تكون موجودة أو هذا اللاعب عندما يكون موجود يخفف الضغط عن الأجنحة الهجومية، أمثال فينيسيوس الذي شاهدناه تألق البارحة. سبب هذا التألق أن غونزالو غارسيا داخل مربع العمليات أو في منطقة الجزاء خلق المساحة الكافية وخفف الضغط والرقابة عن فينيسيوس جونيور. هذا بكل بسيط العبارة، يعني هذا المهاجم ساهم في إحداث خلل في المنظومة الدفاعية لريال سوسيداد. الأمر الجميل كما قلت لكم من سجل ريال عن طريق العرضيات، سجل ريال عن طريق البينيات، سجل ريال بالتصويب من بعيد عن طريق فالفيردي، وضرورة استعادة فينيسيوس لثقته بنفسه من خلال التسجيل من ركلتي جزاء. ركلتي الجزاء التي سجلهما فينيسيوس تسبب فيهما فينيسيوس، يعني هو له الفضل في الركلتي وفي التنفيذ، وكان يعني من الجيد أن يسددهما ويكتسب الثقة ويسجلهما. ريال مدريد البارحة سجل 4 أهداف، استقبل هدف. هنالك أخطاء بسيطة كانت من كل من هاوسن وكامافينجا، لم يكونا في يومهما أو لم يكونا حاضرين بالشكل المطلوب، وعدة تمريرات مقطوعة وسوء في التغطية. لكن عندما يغيب لاعبين يحضر 9 لاعبين. ريال مدريد استحق الفوز البارحة، وصدارة لا تليق إلا بالملوك حتى لو كانت مؤقتة. هذه الصدارة التي تضع الضغط الكبير على كاهل برشلونة وتجعله ذهنيا يكون يفكر في الصدارة وكيفية استردادها، وهذا ما يجعله يفقد شيئا من تركيزه. على كل، ريال مدريد مقبل في نهاية هذا الأسبوع على مواجهة صعبة أمام بنفيكا في المباراة الفاصلة لدوري أبطال أوروبا. نتمنى أن نشاهد ريال مدريد بحالة جيدة كما شاهدناه البارحة أمام سوسيداد، وأن يتألق جميع اللاعبين في هذه المباراة،
وحظًا موفقًا لريال مدريد في صراع الليغا ودوري الأبطال. أتمنى منكم المتابعة والمشاركة والإعجاب ودمتم بكل خير.